مو صعبة هاي شبيك، لازم تبادر. بس ركز انت وياي، سهلة المصادر. يا هلا بطلاب الثالث المتوسط. اليوم عندنا موضوع المصادر، والمصادر مثل ما تعرفون هي ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية. اليوم ان شاء الله راح نشرح المصادر الرباعية والخماسية والسداسية، واما المصادر الثلاثية راح نعرف لها محاضرة خاصة وفيديو اخر. المصادر الرباعية بصورة عامة المصادر أسئلتها معينة، راح يجيني صيغة السؤال هات مصادر الأفعال الآتية، يعني ينطيني أفعال ويطلب مصادرها، أو بصيغة أخرى ينطيني مصادر هات أفعال المصادر الآتية، يعني ينطيني المصادر ويطلب الأفعال. صيغة ثالثة للسؤال هو يطلب جمل مفيدة، مثل بجمل مفيدة لمصدر رباعي أو خماسي أو إلى آخره أو على وزن معين. فراح نبدأ إن شاء الله بمصادر الأفعال الرباعية. الأفعال الرباعية تجيني على 4 أوزان، اللي هي أفعل وفعل وفاعل وفعلل. فإذا كان الفعل على وزن أفعل راح يكون بحالتين، إذا كان صحيح العين أو معتل العين. فإذا كان صحيح العين يعني حروفه كلها صحيحة، الحرف ما قبل الأخير صحيح مو حرف إلا اللي هن ألف وواو وياء، فراح يكون مثلا أحسن، أرشد، هذني فعل رباعي صحيح العين. فمصدره راح يكون على وزن إفعال، فأحسن راح تصير إحسان، وأرشد راح تصير إرشاد. شنو اللي دا نسويه حتى يصير مصدر؟ فقط نضيف ألف قبل الأخير، هنا نضيف ألف يصير مصدر. أحسن نضيف لها ألف قبل الأخير يصير إحسان، أرشد إرشاد، وكذلك أكرم إكرام وإلى آخره. والهمزة هذه الفوق نخليها تحت الألف، فنقوم بإضافة ألف قبل الأخير فقط، والهمزة تكون تحت الألف. هذا بالنسبة لصحيح العين. أما إذا كان الفعل معتل العين، نلاحظ الحرف اللي قبل الأخير حرف علة اللي هو الألف. أدار، أنار، فعل رباعي على وزن أفعل معتل العين. ما زال معتل العين، مصدره راح يكون على وزن إفالة، وهذا الوزن كلش مهم، لا راح يطلب منك بالسؤال انطيني مثال على مصدر على وزن إفالة، فاحنا نعرف لازم انه هو المعتل العين. فهذا كلش سهل المصدر منه، مجرد نضيف تاء مربوطة بالأخير يصير مصدر. أدار راح تصير إدارة، وأنار تصير إنارة. فقط نضيف تاء مربوطة وأيضا الهمزة ننزلها جوا يصير مصدر. الطريقة جدا سهلة، نقوم بإضافة تاء مربوطة آخر الفعل، والهمزة تكون تحت الألف يصير مصدر. هذا بالنسبة إذا كان الفعل على وزن أفعل. الحالة الثانية إذا كان الفعل على وزن فعل، هذين 3 حروف وعندنا شدة باعتبار 4 حروف، يعني عين مكررة فعل. هذا ب3 حالات الفعل. فإذا كان الفعل منتهي بألف، عندي 3 حالات للفعل اللي على وزن فعل، راح يكون أما نهايته ألف، أو نهايته همزة، أو لا ألف ولا همزة، يعني صحيح غير منتهي لا بهمزة ولا بألف، يعني الحرف الأخير منه صحيح مو حرف علة ولا همزة. فنجي على أول حالة، إذا كان الفعل على وزن فعل ومنتهي بألف، مثلا عندنا الفعل زكى، 3 حروف هاي الشدة، رباعي على وزن فعل، إذا هو رباعي على وزن فعل. زكى حلى، مصدره راح يكون على وزن تفعل، إذا زكى تصير تزكية، وحلى تصير تحلي على وزن تفعل. هذا الوزن ضروري نحفظه. ليش؟ لأن يطلب منا مثل بجمل مفيدة لمصدر على وزن تفعل، أو يطلب منك مثلا حلى شنو مصدرها وعلى وزن، فاحنا نذكر له. فإذا كان منتهي بألف راح يكون على وزن تفعل، زكى يصير تزكية، وحلى يصير تحلية. أما إذا كان الفعل اللي على وزن فعل اللي هو رباعي منتهي بهمزة، مثل هيئ، هنأ، 4 حروف، الشدة ما ننسى انه حرف، هو يحرك لنا اياها بالامتحان، منتهي بهمزة، هاي نهايتها همزة، ألف وفوقها همزة، ألف وفوقها همزة. مصدره راح يكون على وزن تفعل أو تفعيل أو اثنين، تفعل أو تفعيل. مثلا هيئ راح تصير تهيئة وتهيئ، هنأ راح تصير تهنئة وتهنيء. عندنا بعد برأ يصير تبرئة وتبريء، إذا بوزنين بمصدرين. الفعل اللي منتهي بهمزة هيئة هنأ راح تصير على وزن تفعل وتفعيل، يصير تهنئة وتهنيء وتهيئة وتهيئ. أما إذا كان صحيح يعني نهايته لا ألف ولا همزة، صحيح غير منتهي بألف أو همزة، مثل كلمة 4 حروف الشدة، غرد، مصدره راح يكون على وزن تفعيل، كلمة تصير تكليم، وغرد تصير تغليب. أما الوزن الثالث راح يكون فاعل. فإذا كان الفعل على وزن فاعل، مثل جادل،
فاضل، فمصدره راح يكون على وزن مفاعلة أو فعال. فجادلة راح تصير مجادلة وجدال، وفاضلة تصير مفاضلة. ننتبه انه مو كل الافعال يصيرن على الوزنين، يعني مثلا عندنا جادلة تصير على وزن مفاعلة مجادلة، وعلى وزن فعال تصير جدال. اما فاضلة تصير فقط مفاضلة على وزن مفاعلة، ما يصير نقول فضال. اما الوزن الاخير فهو فعللة. فاذا كان الفعل الرباعي على وزن فعللة مثل زلزلة، قهقهة، مصدره راح يكون على وزن فعللة بالتاء المربوطة، أو فعلال أو اثنين. مثلا زلزلة راح تصير زلزلة وزلزال، وقهقهة راح تصير قهقهة. إذا كان على وزن فعللة مجرد نضيف تاء مربوطة بالأخير يصير مصدر. زلزلة تصير زلزلة، وزلزال أيضا. قهقهة تصير قهقهة، وهكذا. وبعثرة بعثرة. ناخذ مثال أو سؤال وزاري يقول هاتي مصادر الأفعال الآتية، منطينا أفعال ويريد مصادرها. فاول خطوه بالجواب، طبعا هو بالامتحان راح يعطينا افعال متنوعه مو فقط رباعيه، ثلاث رباعي خماسي الى اخره. فاحنا اول خطوه حتى نعرف نجاوب على السؤال لازم نحدد نوع الفعل، ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي. فهذه انا اختاريت بس الرباعيه، وبعدين ان شاء الله بكل نوع راح نختار الافعال المناسبه. فمنطينا الفعل اقبل، اول شيء نشوف الرباعي، نعم رباعي على وزن افعل، وعندنا فعل وفاعل وفعلل، فهذا على وزن افعل. أقبل صحيح العين، نعم الحرف القبل الأخير صحيح. فإذا قلنا احنا إذا كان صحيح راح بس نضيف ألف قبل الأخير على وزن إفعال، فأقبل راح تصير إقبال، مجرد نضيف ألف والهمزة ننزلها جوا. أكرم أيضا رباعي على وزن أفعل، أيضا فقط نضيف ألف هنا راح تصير إكرام. حاور هذا أيضا فعل رباعي على وزن حاور، على وزن فاعل، على وزن فاعل. شنو مصدر راح يكون على وزن مفاعلة وفعال؟ فراح تصير عندنا محاورة، وأيضا حوار على وزن مفاعلة وفعال. عندنا الفعل بعثرة على وزن من أوزان الأربعة على وزن فعللة، فراح تصير بعثرة، مجرد نضيف تاء مربوطة. هذه هي المصادر، مصادر الأفعال الرباعية، فيها 4 أوزان: أفعل وفعل وفاعل وفعل. راح نشرح إن شاء الله المصادر الخماسية والسداسية. ومن أسهل أنواع المصادر هي الخماسية والسداسية. الخماسية، مصادر الأفعال الخماسية، الفعل الخماسي راح يجيني بثلاث حالات: لو مبدوء بهمزة، بدايته همزة، لو مبدوء بتاء، أو منتهي بألف. فإذا كان الفعل الخماسي مبدوء بهمزة مثل انطلق، ارتحل، هاي بدايته همزة و5 حروف، فالمصدر مالته فقط على وزن ماضي، يعني هذا فعل ماضي. انتبه للقاعدة، يقول مصدره على وزن الفعل الماضي مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر. يعني شنو؟ يعني هذا الفعل الماضي نفسه فقط أضيف ألف قبل الأخير وأكسر الحرف الثالث. يعني تصير انطلق تصير انطلاق، أحط كسر هنا وألف قبل الأخير. انطلق انطلاق، ارتحل ارتحال، أضيف ألف قبل الآخر وأكسر الحرف الثالث. فنحفظ هذه القاعدة، خاف يقول لك انطيني القاعدة. مصدره على وزن الفعل الماضي، يعني نفس الفعل الماضي أنزله وأكسر الحرف الثالث وأضيف ألف قبل الآخر. إذا كان الفعل الخماسي مبدوء بتاء، هذا أسهل ما يكون. إذا كان مبدوء بتاء مثل تصدق، تألق، هذا 4 حروف والشدة 5 حروف، فمصدره فقط هذه الفتحة راح أحولها إلى ضمة، أو فقط أحط ضمة هنا يصير مصدر. مصدره على وزن ماضي، يعني نفس الفعل الماضي مع ضمة قبل الآخر. هاي هنا أخلي ضمة، الحرف قبل الأخير أخلي عليه ضمة يصير مصدر. فتصدق يصير تصدق، تألق يصير تألق، فقط أخلي ضمة يصير مصدر. الحالة الثالثة إذا كان الفعل الخماسي منتهي بألف، مثلا تهادى، تدانى، تصدى، لاحظ كلهن منتهيات بألف. هذا بعد أسهل، مجرد هذا الألف نسويه يصير مصدر. فمصدره على وزن ماضي، يعني نفس هذا الفعل الماضي مع قلب الألف إلى ياء، فقط هذا الألف أقلبها إلى ياء يصير مصدر. فتصير تهادي، تدانى تصير تداني، وتصدى تصير تصدي، فقط أقلبها إلى ياء. هذه هي الأفعال، مصادر الأفعال الخماسية. بقت عندنا فقط مصادر الأفعال السداسية، خلينا نشرحها سويا. أما مصادر الأفعال السداسية، فالفعل السداسي راح يجيني بحالتين: أما يجيني مبدوء بهمزة ويكون صحيح العين، يعني مو حرف علة، وإذا كان معتل العين بالألف، يعني عين الفعل راح تكون حرف الألف.
فإذا كان مبدوء بهمزة صحيح مثل استمر واستقر 6 حروف، هاي شد حرفين، فمصدره راح يكون نفس هذا الفعل الماضي، مجرد أضيف ألف قبل الأخير وأكسر الحرف الثالث، نفس الفعل الخماسي المبدوء بالهمزة والفعل الرباعي أيضا اللي على وزن أفعل، فنفس الحالة بالنسبة للمصدر. فتصير استمرار، هذا الألف أضيفه، فكينا الراء لأن باعتبار راءين شدة، وأحط الألف قبل الأخير وأكسر الحرف الثالث، فاستمر يصير استمرار، استقر يصير استقرار. وإذا كان الفعل السداسي معتل العين بالألف، يعني عين الفعل راح تكون حرف الألف، مثل استضاء، هذا عين الفعل، استضاء، استقال، استقام، فهذا فقط راح نضيف تاء مربوطة آخر الفعل، راح يكون مصدر للفعل السداسي، ونكسر الحرف الثالث، فاستضاء راح تصير استضاءة، نضيف لها تاء مربوطة ونكسر الحرف الثالث. استقال راح تصير استقالة، استقام راح تصير استقامة، مجرد أضيف تاء مربوطة بالأخير يصير مصدر. القاعدة تقول هي نحذف هذه الألف، بالنسبة للقاعدة نحذف هذه الألف وتعوض عنها تاء مربوطة بالأخير، لكن هذه الألف مال الميزان تبقى نفسها، فترجع نفس الفعل مجرد نضيف ألف، فأنت لا تدوخ نفسك بهذه القاعدة لأن ما تجي بالامتحان، مجرد أنت تضيف تاء مربوطة بالأخير، وتحفظ لي الوزن مال هذا اللي معتل العين، هذا كلش ضروري، راح يكون على وزن استفالة، المصدر من الفعل السداسي اللي معتل العين بالألف راح يكون على وزن استفالة، يعني استقامة وزنها استفالة، استقالة وزنها استفالة، وأيضا استضاءة وزنها استفالة، فهذا الوزن كلش مهم تحفظه وتحفظ عليه أمثلة، وأيضا تحفظ للفعل السداسي المعتل بالعين. هذه سؤال وزاري، هات مصادر الأفعال الآتية، ونعطينا عدة أفعال متنوعة، رباعي خماسي سداسي، تدرب ودرب وانطلق واتهم واحتسب، راح أحل لكم أول اثنين وأنتم هذن عليكم تحلوهم، فانتبهوا وياي. تدرب، أول شيء أحدده هو نوع الفعل، ثلاثي رباعي خماسي سداسي. تدرب أجي أحسب الحروف 1 2 3 4 وهاي شدة، إذا خماسي. خماسي بيش مبدوء؟ مبدوء بتاء. قلنا الفعل الخماسي إذا كان مبدوء بتاء مجرد أضيف ضمة قبل الأخير، فتصير نفسها مجرد أضيف ضمة، تصير تدرب. تدرب المصدر مالتها تدرب. أما الفعل درب، انتبه لي على الفرق بين تدرب ودرب، هذا خماسي هذا رباعي، درب هذا رباعي، 1 2 3 والشدة 4. على وزن عندنا الرباعي على وزن أفعل وفعل وفاعل وفعل، هذا على وزن فعل، على وزن فعل. الفعل بي منتهي بألف ومنتهي بهمزة وصحيح، هذا هو الصحيح، مثل كلم تكليم، درب راح تصير تدريب. هذا من الأفعال، انطلق اتهم احتسب، أريدكم أنتم تحلوها إن شاء الله. وهذا كل ما موجود بالأفعال الرباعية، مصادر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية، وإن شاء الله نشرح لكم مصادر الأفعال الثلاثية بمحاضرة أخرى. والسلام عليكم.